بص كده، صباح الفل. بص كده، ايه رايك في الديزاين ده؟ ايه رايك في الليد دوت اللي مبين لك البطاريات والشحن بتاع كل طرف قد ايه؟ ايه رايك في الديزاين بتاع السماعه ده في الودن؟ بص كده، وسبورت ما تقعش، الودانات دي طبيه ما تعرقش في ودانك. صباح الفل. اي ان سي في الموسيقى، تحط السماعات في ودنك من غير ما تشغل موسيقى هتلاقي اي ان سي بيشتغل بدوسه طويله كده على السماعه. خاصيه اي ان سي في عزل المكالمات، 4 مايكات، السماعه بتشتغل معاك 5 ساعات والبوكس بيشتغل معاك 25 ساعه، تتكلم في عمر تشغيلي 30 ساعه وب 790 جنيه. 790 جنيه. بص كده، نسخه البروتس بتاعتك 5.3 مش هتلاقيها اصلا في اي سماعه من اللي موجودين في السوق. ايريدوم من الشركات المحترمه جدا 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 جدا، زي ما هو موريك اهوت. عندك اي ان سي وان سي، نوعين عزل موجودين، وكمان فيها ترانسبيرنت عزل، يعني فيها عزل بتاع الترانسبيرنت اللي هو يبتدي يعمل عزل بس يجيب الصوت اللي قدامك ب 790 جنيه. هات لي سماعه بضعف السعر ده، يعني لو هات لي المواصفات دي في اي براند تكون ب 1500 جنيه وفيها المواصفات دي. احنا اهم حاجه تكون انت مستفيد فعليا، فلما بلاقي حاجه فيها لقطه كده ببقى ايه، بلقطها. سعر جامد جدا ومنتج جامد جدا وصوت الموسيقى جامد. مهرج الشاحن بتاعك تايب سي طبعا كالعاده، والبوكس حجمه في الايد شكله بريميوم، والليدات شكلها بريميوم، والاسم بريميوم، والديزاين بتاع السماعه جامد جدا، والمكالمات جامده والموسيقى جامده. 790 جنيه ضربه مقتل لكل الشركات، حرفيا ضربه مقتل لكل الشركات. وخد بالك نسخه البروتس هنا 5.3، حاجه جامده جدا من ايرلدوم. وطبعا المواصفات دي ممتازه، حرفيا 4 مايكات وخواص العزل في الموسيقى وخواص العزل في المكالمات وكل الكلام ده كله. 790 جنيه ضربه مقتل لكل الشركات. كميه محدوده جدا، الحقها ماشي. لقيتها لقطه كده قلت اوريها لكم. الصيف داخل يا صديقي، استمتع بوقتك واصرف فلوسك. اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب، ما تقعدش توجع دماغك وطلع كده فك الكيس والله العظيم جايب لك حاجات اقسم بالله ما هتلاقيها بتتباع بضعف السعر بره. قدرني تلاقيني. صباحكم فل.